عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. طبعا أني حبيت أشرح لكم هذا الشرح بالنسبة لشكو شخص يتوقف المشاهدات عنده. طبعا أنا بسبب الحظر والانتهاكات ويسوون بلاغات على حسابي قاعد، يعني مرات ينفتح الاكسبلوري وينشر فيديوهات ويجيب مشاهدات قوية، بس قاعد يسوون عليه بلاغات وحتى جاني تحذير. فهذا التحذير هو يروح من كيفه. فهسه سويت الطريقة ونشرت فيديوهات. هسه شوي شوي راح ارجع التفاعل اللي بالحساب مثل ما كان قبل. يعني قام يجيب الف، سويت الطريقة الف، 2000، 3000. هاي هنا الف، هنا 700. زين قبل يعني قبل فترة شنت 150 4. هاي 113. 113 بعد هنا هسه شوي صار عندي تغييرات على الفيديوهات. طبعا انا يوميا شوف صار لي 3 ايام سويت المشكلة. شوف هسه هذا ضرب 604، هذا هسه نشرته اي فكان كله 50. شوف هسه هذا واقف. فشنو الطريقة التصعيد الفيديوهات بالتيك توك؟ بعد اكو تفاعل، جاي يتفاعل حسابي، جاي يجيني متابعات، يجيني تعليقات. سكر اي فدا يجيني متابعات وتعليقات. وهاي كان حسابي ميت بسبب الحظر وبسبب اللي قاعد يسوون عليه بلاغات. فالحل شنو؟ الحل اول شي ما عليكم بالحظر ما حظر، حتى لو انحظرتوا فانتوا حسابكم حيموت. اذا انحظرتوا حسابكم حيموت بعد ما يجيب مشاهدات. الطريقة شنو؟ ترجع التفاعل مرة ثانية. شو تسوي؟ تنشر يوميا 5 فيديوهات بدون علامة مائية، يعني بدون علامة تيك توك. تجيب فيديوهاتك هيج باو، شايف من تطب المرقد الزور، ماكو اي علامة تيك توك هنا، اي علامة هنا. تنشر يوميا بنفس اللحظة 5 فيديوهات. تنشر 5 فيديوهات لمدة اسبوع كامل. راح يفتح الاكسبلور عليك فول. بس شنو؟ من تنشر 5 فيديوهات قبل اصعد بث مباشر. من تخلصن بسرعة، يعني يكون تنشرن بنفس اللحظة. يعني تنشر واحد ورا اللو 5 فيديوهات، تصعد بث مباشر لمدة ساعة كاملة. حتى لو تعلق اغاني، تعلق قرآن، تعلق اي شي. جربوا هاي الطريقة لمدة 7 ايام راح ترحمولي. حسابكم يرجع تفاعله، يرجع طبيعي. هاي بقت على الحظر وهالسوالف، يعني العالم اكو بيهم يسوون بلاغات، وهذا بعد مشكلة من الحظر. فإذا تريدون تفكون الحظر بهاي الطريقة، أسهل طريقة هي سووها. ولا تنسوا اللايك واشتراك وتفعيل زر الجرس حتى نستمر بكل شي جديد وياكم.